اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم فيديو جديد. هنعمل ايه؟ هنعمل شويه قرص طريه. انا عندي دقيق اهون اهو. الدقيق ده دقيق سن، مش اللي هو الابيض العالمي، عشان كده ما تلاقوش ابيض قوي. فانا هنستخدمه، مش هنسيبه لان الجو حر، ولو سبت الدقيق في الحر ده بيبوظ. فاحنا هندخلهم في شويه قرص طريه كده بدل ما تسيبوهم يبوظوا، لان انا ما عنديش طيور الفتره دي. ممكن تعجنوا له الطيور لو انت مش عاوزاه، انما انا ما فيش طيور. فانا هندخلهم في شويه قرص بعجوه، نحشوهم عجوه تراي وهيتعجنوا باللبن، فمش هيبانوا. بدل ما اسيبه يطلع له ريحه او يترمي خساره. ده الكيلو الدقيق ب 20 جنيه. فانا دلوقتي هندخل بتاعنا اهو. هندخل بالتقريب كده بالنظر، اللي هو يعني اللي اول مره يعمل بيوزن. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوزني. هندخل شويه دقيق يعني على قد 3 كيلو كده. اللي اول مره تعمل او لسه جديده في موضوع العجين والخبيز ده، بتروح رايحه بتوزن علشان تبقى المقادير بتاعتها مظبوطه يعني كويس. انما انا بعمل بالنظر كده وبتيجي برضو نفس لان انا بعمل على طول فبتيجي مظبوطه. فانا هعمل بالتقريب كده 3 كيلو دقيق، لان انا هعملهم قرص طريه. ال 3 كيلو دقيق دول لو انت عايزاها قرص مقرمشه بتحط لهم كيلو سمنه. لو انت عايزاها قرص طريه زي اللي انا هعملها 3 كيلو بتحط لهم نص كيلو سمنه بس. وبنجيب لهم بقى، بتجيب عجوه تحشوهم بيها عجوه يبقى تراي، وبنعجنها وبتحط لها بقى كيلو لبن بتعجنها بوه. وبعدين بتروحي بنعملها بقى ما بتبقاش فالطريقه دي بتعوز تتحط في الفريزر يا جماعه علشان ما تبرولش. كل يوم الصبح باذن الله كده بنروح مطلعين قرصتين هما كده بقى. انا مش عامله الا دول، وبعدين بقيه الدقيق هما كده 3 كيلو دقيق انا خلطتهم معاكم اهو. هما دول ال3 يا جماعه، مش اكتر من كده. فانا مش هزود عشان يبقوا حلوين. احنا بنعينها في الفريزر بعد ما بتبرد، بعد ما تخلصي خبيز وتبرد بنروح عينها في الفريزر. والصبح بتبقى متلجه بقى، وفي الجو الحر ده بتفكي على طول. يا دوبك بتطلعوهم كده اما تصلي الصبح كده باذن الله، بتروحي مطلعاهم من سوقكم بعد صلاه الفجر كده، بتبقى اكنك لسه عاملاه. هو ده الدقيق جميله اهون، بدل ما اسيبه يبوظ، بدل مفيش استخدامات عندي له، وانا ما بخبزش عيش. فهو ده بيتعمل منه العيش اللي هو بقى الشقق ده. فانا ما بعملش عيش، بنعمل الرقاق، بنعمل القرص، بنعمل فطير. بس هو السن دي ما بينفعش في الرقاق ولا في الفطير. فعشان كده هنعمل بالقرص كأنه مش هيبان فيه. وبعدين ده السن دي بتوصف لامراض كتير. الدكاتره بتحذر اصلا من الدقيق الابيض ده. فالدقيق ده حلو مش وحش وجميل، واصلا المفروض من الناس ما تاخدش العيش الابيض، مش صحي يعني. فالدقيق ده جميل. فانا دلوقتي احنا هنبتدي العجينه. احضر بقيه المقادير وارجع لكم كده يا حبايبي. بقى احنا حضرنا المقادير بتاعتنا هتبقى عباره عن سنه ملح كده، شويه ملح بسيط، وهنحط سكر. ليه السكر بقى بنحطه؟ علشان تبقى القرصه اللقمه حلوه مطعمه كده، حتى لو انت كلتها حاف وبيلون برضه. السكر بيخلي القرصه تلون معاك وتاخد لون الحلو من فوق ومن تحت اهو. حطيت 3 معالق كبار عمان اهو. وهنحط تاني؟ ده الخميره اللي هي اهو. احنا في الحر، فعشان يا دوب اخلص واقوم اهو. وهنحط عليهم قفل بقى كده. هنحط عليهم شويه ندوب بقى السكر والملح والخميره. ده كيلو لبن هناخد منه شويه كده. هنقلب بقى الخميره مع السكر كده ندوبهم، لان ما ينفعش تحط السكر خشن والملح هيبقوا مخرزين في قلب العجينه. فانا دلوقتي بدوب كده اهو. في ثواني مع الضرب هنلاقوهم نعموا، ويبقى العجينه بتاعتنا حلوه ومش مكتله ولا حاجه ولا مخرز السكر فيها اهو. وبتبقى قرص جميله بقى للفطار الصبح، بدل مثلا الطعميه الجو حر والمعده مش مستحمله. بتطلع القرصتين وهم باب التغيير، وهم دول شويه دقيق بدل ما ارميهم، بدل ما اسيبهم يطلع لهم ريحه. انتوا عارفين الجو حر، الرده والدقيق والحاجات دي بتدوس في الحر ده، لان الجو حر قوي، الحراره عاليه. فاحنا نصرف نفسنا بنفسنا بقى. انا دلوقتي هعجن ومعايا تاني
ده نص كيلو سمنه. شوفوا من حراره الجو السمنه سايحه اصلا، السمنه من كتر الحر سايحه. ده نص كيلو سمنه وده اللبن، وانا حطيت معاكم الخميره والسكر والملح ودوبتهم كده بشويه لبن علشان ايه نعجن بقى الايه العجين بتاعنا كده يا حبايب قلبي. دول شويه سمسم هما، هنحطهم بقى في الدقيق كده ونقلبهم. السمسم ده عايزه تحمصيه، نقلب كده. عايزه تحمصيه على النار ماشي، يبقى مذهب كده بيتحمص وتبقى ريحته جميله برضه. عايزه تحطوه كده ماشي، انت حره يعني، دي حاجه في ايدي كده. دلوقتي احنا بقى خلاص قلبناه، وهننزل بقى. عايزه تنزلي بالسكر والملح واللبن اللي عملناه الاول، تنزلي به هنا او تنزلي بالسمنه او تنزلي باللبن، اي حاجه. المهم ان كل المقادير دي هتتحط وكلها واحد يعني. فدلوقتي هنعجن بقى كده بقى. احنا هننزل اهو، انا عامله فحره في النص، نزلنا بالسمنه بتاعتنا، وهننزل بالحاجات اللي احنا دوبناها اللي هي كانت عباره عن الخميره والسكر والملح واللبن اهو. هنعجن بقى، ولو في اي بقايا فاضله في الطبق وعايزه اخدها معايا، لان كل ده محسوب عليا بايه، بسباتيولا زي ده اهي، بتجيب له اي حاجه. هعجن بقى عشان الاذان شغال الوقت وهرجع لك كده. حبايب العجينه بتاعتنا اهي خلصت، عجينه تبقى زي الملبن. ودي العجوه بتاعتنا اصلا في الحر دي بتيجي ما بتحتاجش ان انت تعجنيها، انما شوف لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا العجوه بتاعتنا في الشتاء بتبقى محجره، وبتحتاج منك ان انت تلينيها بايدك او بشويه ميه او بمعلقتين سمنه. انما في الصيف بتيجي زي الزبده سايحه من حراره الجو، فهي مش محتاج حاجه ان انا هشكلها. هعملها كرات صغيره كده قد البليه علشان ايه تحطوا في العجينه على طول. ودي العجينه بتاعتنا جاهزه، فدي الطبليه بتاعتي والصواني جاهزه اهي برده. ايه نشتغل على طول كده يا حبايب قلبي. ايه دي كور العجوه، كور صغيره اهي، صغيره قد البليه زي ما قلت لكم، بكوراها على ايدك كده اهو، سهله جدا. دي هنحشي بها العجينه بتاعتنا عشان تبقى حلوه، وهنبتدي بقى نكور. طبعا المقطع بتاع العجين انا ما عجنتوش معاكم، ليه؟ الكهرباء كانت فصلت في الوقت ده وكانت الدنيا ضلمه، فانا ما صورتوش فعجنت. فقبل ما الكهرباء تقطع انا اصلا كنت حاطه معاكم المقادير، يا دوبك انا عجنت بايدي بس. واللي متوفر عنده عجان بيعجن بالعجان عادي، وايه وترجعي تشكلي. دلوقتي احنا نشكل العجينه، نجيب حته عجينه دلوقتي هوريها لكم، خليكم معايا كده. حبايبي القرص في الفرن اهي، هشه وجميله وقبت اهي، وبتحط على نار ايه متوسطه عشان هي فيها لبن وفيها سكر، فعشان ما تحرقش معانا. جميله جدا قبت اهي. دي دليل ان هي اختمرت وكويسه وشغاله في الفرن. دي القرص الطريه اللي حل مشكله الفطار الصبح. هتطلعي القرصتين مع كوبايه شاي والفطار خلص على كده. كده يا حبايبي انا قطعتهم اهون، وبعدين ايه احنا بقى هنبطط فيها. بسم الله ما شاء الله. اهي العجينه عشان لينه بتتعمل معايا بسهوله اهو. واحده تانية اهي بتتشكل معاكي في ثواني، لان العجينه اصلا طريه وحلوه اهي. هكمل كله بنفس الطريقه واحطه في صواني ونروح عند الفرن. كده الرز بتاعتنا انا بقلقلها بالسكينه كده لقيتها سهله. شايفين اهي القرص بتاعتنا اهي من ورا اهي، الارضيه بتاعتها ملوش اهي جميله سخنه بقى لان هي مش متحملاها، وشكلها جميله جدا. على ما الصينيه تبرد وايه كده خلاص. القرص خلصت جميله اهي. عفوا كانت الاضاءه مش واضحه قوي عشان احنا ايه كده بالليل. انا استنيت اما الكهرباء جت وسويتها عشان تظهر الصوره حلوه. القرص دي جميله، دي السن بدلنا نركنه نستخدمه وندخله في حاجه، والله طالعه طعمها جميل. بدل ما نركنه ويبوظ ويسوس في الحر ده، لا انا دخلته في حاجه. نص كيلو عجوه على 3 كيلو دقيق على نص كيلو سمنه، عملنا احلى وصفه تصبح الصبح. حتى انت لو ما عملتيش جنبها شاي او لبن او اي حاجه، هي كده كفيله لوحدها، وجبه حلوه. لو اتاكلت كده لوحدها هي فيها الطعامه يعني بالعجوه، مش محتاجه حاجه. الفيديو ده جميل، يا ريت تجربوها وتقولوا رايكم ايه. وكده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. وصلوا كل جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده حبيب قلبي بقى القرص اهي كيسناها بعد ما بردت، وهنحطها في الفريزر. استنيت شويه عما هديت شويه،
بعد ما قمت من الفرن بردناه حطيناها في كيس اهي. بتفتحي الكيس تطلعي منه القرصتين الصبح باذن الله، وتقفلي الكيسه تاني وترجعيها تاني الفريزر. مش معقوله تاكلي الكيسه دي مره، لا ده بتاخديها كل يوم بس قرصتين على قد الصبح الفطار كده. وطبعا الفطار بيبقى حاجه بسيطه، فهي محشيه عجوه فيها مش محتاجه حاجه جنبيه. قرصتين وكده خلصت من وجبه الفطار الصبح وما تحمليش همها بقى. فانا دلوقتي هحطها في الفريزر تتجمد، علشان لو سبتها بره هتبرول ومش هتبقى حلوه، فالفريزر بيحافظ عليها. تيجي تطلعها تفك اكنك لسه عاملاها. ده كانت القرص بتاعتنا، رب تكون عجبتكم. وده حل اللي عنده دقيق وخايف ان هو يسوف، لا اعمله احطه في الفريزر. ارتحت وكده ما هدرتش حاجه وما خسرتش الدقيق. ومش تسيبيه لحد ما يسوس وترجعي تتصرفي من اولها كده. واللي عنده دقيق سن زي ده برده مش عارف يعمل فيه ايه وما عندوش حل له، بتدخليه في القرص في اي معجنات في بيتزا في حاجات من دي، ما تقولش لا، وجميل جدا اهو. يا رب تكون الفكره عجبتكم، الفيديو يكون عجبكم.